إلى محمد النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الله سلم عليه. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح وسهل ما قد تعوض. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل
هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم تجلى صل الحق في وسلم عالم القدس الواسع تجليا قضاء بانتشار فضله في بالقريب القريب والشاش صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنخسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لا خدته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من خضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويخار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده ودلوا على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ العالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعد الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجليل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تقرب الله بها على البشر
وما أوصاها من نعمة انتشر سرها بالبحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوصائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها بالخلعة الكمال وقام بحق الربوبية بمواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط بقلبه نور تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتبيضوا إلى الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نصيب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تعلق رضا الله بالعلم القديم بذرية تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيت التسرير في العالم المتكر الكبير عن جمال مشهود بالعين أو الوصف الكمال متكل التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله نعمة وهو القمر التام الذي تنقل في بروجه ليتصفى بمقت نكسرى ومضيع خروجه صلى الله عليه. وقد قلت الأقدار الأزلة بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. وكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحم الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لا كالبشر ونور حير أفكاره وزوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروب بأن يركب بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الأسنوب لا تبي بوشي مشراس أوصافها ذلك المصوب تصفيقا للسامين من خواص المؤمنين توريحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنها تكب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تدري ما حفظه من شر أصحاب المخلوقين وما أكرم الله به بمولد من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه. وبقي الرد في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي تلوك بهذه القدرة الكريمة ولا جد الشوك إلى سميع الأوصاف العظيمة ولعل الله ينفع به متكلما والسامع ويدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحون بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوات الله تغشى أشراف رسل الأطائب وتعم الآل جامعة ما بدا نور
صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتأم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب صلوات الله ترجى أشرف الرسل الأطائب وتأم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتأم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خافية فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتأم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لوزنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصق أنت مأوى كل تائب صلوات الله ترجى أشرف الرسل العطائب وتأم على جمعا ما بدا نور الكواكب جئت من أصل أصيل حل في أعلى الذوائب من قصي ولؤي بذيخ المجد بن غالب صلوات الله ترجى أشرف الرسل
العطاء وتاء أم على جمعا ما بدا نور الكواكب لا فرحنا في سرور بك يا علي المناقب فلكم يوم وجودك ظهرت فينا عجائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وداء أم على جمعا ما بدا نور الكواكب قد شربنا من صفانا بك من أحلى المشارب فلرب الحمد حمدان جل أن يحصيه حاسب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وداء أم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتأم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتانا حواك صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد عان للقلم أن يخط ما حركته به الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي أحسن الشمائل. وهنا حسن عن نثبتها ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه بهداهج الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والقلب والنور مودع في هذه السورة
فنور هذا الحبيب أول المخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد عدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلب بطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله حتى عليه. أوصده يد علم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أهشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وزونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا صلى الله حتى مر عليه. شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبشر على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمغة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. لقد عز في هذا الزمان موافقون يعينك في مجد وينهاك عن سفلي. إذا قلت خيرا قال لبيك مسرعا، وإن قلت شرا قال أقليك أو تقلي. فما عيش من يمسي ويصبح فاقدا أخا ثقة مأمون في الجد والهزل. يؤازره في كل أمر يرومه ويحفظه في المال والنفس والأهل. مظاهرة الإخوان أمر مقرر عليه يدور الشأن، فاستوصي بالخل. أما إن هذا الدهر قد ضل أهله همومهم في لذة الفرج والأكل. وفي جمع مال خوف فقر فأصبحوا وقد لبسوا قمصا من الجبن والبخل. وقد درج الأسلاف من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم والفضل. لقد رفضوا الدنيا الغرورا وما سعوا لها، والذي يأتي يبادر بالبذل. فقيرهم حر وذو المال منفقون رجاء ثواب الله في صالح السبل. لباسهم التقوى وسيماهم الحياء، وقصدهم الرحمن في القول والفعل. مقالهم صدق وأفعالهم هدى، وأسرارهم منزوعة الغش والغل. خضوع لمولاهم مثول لوجهه، قنوت له سبحانه جل عن مثلي. فقدنا جميع الخير لما ترحلوا، ومنهم خلا وعر البسيطة والسهل. وصرنا حيارى في مفاوز جهلنا، نشبه بالبهم السويرحة الغفل. نخبط لا
ندري الطريق إلى النجاة وبالجور نمحو سنة البر والعدل فآه عليهم ليت داهية الفناء بحزب الردى حلت وحزب الهدى خلي سأبكي عليهم ما حييت بعبرة لها مدمع يشهد في الخد يشهد بالثكل وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيلهم حتى أوسد في الرمل عليهم سلام الله إن كان قد مضوا فذكر لهم باق وقد شاع بالنقل حياتهم خير لهم ومماتهم فطوبى لهم فازوا وسادوا على الكل إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل وغث يا مغيث المستغيث قلوبنا بغيث هدى يحيي القلوب من المحل وغث يا مغيث المستغيث قلوبنا بغيث هدى يحيي القلوب من المحل وصل على الهادي البشير شفيعنا نبي الهدى بحر الندى خاتم الرسل والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب عوان ودي هذا الحبيب علنت السماوات وراضون وان فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثت وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت غنى هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية
فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سهب الكمال من النور أن أمود وبرز العامل المحمود مدينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله يا بي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اطربوا يا أحلى المثاني فهزر اليمن غرا واستودع بجمال فقد الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البول شرف بسعدي مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء يا ما الفخر المؤبد صل يا
أعلن بك إن بك نسعد الله وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا رسول الله جئنا لزيارة قصدنا نرتجي منك الجبار عند رب العالمين وحدينا نحجى سبيل نحجى سبيل كي به نسعد ونرشد ونرشد ألقى صلى الله على زين الوجود من تكن طيبا وحيا في درود الله 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 ربي بلغنا بجاهه الله 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 في جواره خير مقعد الله 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 لولا النبي ما سعدنا الله 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 بمكة والمدينة يا الله يا رب اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة هلالي يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة هلالي يا الله أغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب وانظر إلينا صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي
عليه وسلم يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Di hadapan kita ada seorang anak bayi perempuan yang akan diresmikan namanya, yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidahnya dengan nama yang baik, yaitu Syarifah Aqilah Nazifah bin Hasan bin Muhammad bin Syihab. Semoga anak yang diberikan nama Syarifah Aqilah Nazifah akan menjadi anak yang salehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya, dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi qurratu ain Sayyidil Kaunain wa Ashrafis Tsaqalain Jadil Hasan wal Husain ala hadinnya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المهتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها الفرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في الوصف وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجدي ومكاني أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب إناني وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أئنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغافرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤرس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرفه مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم
ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واكفي شر المعتدين والظالمين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. البدر قبول والفاتحة. ربنا تقبل منا من برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib wal hadirin, mari sama-sama kita berdiri untuk salam ziarah. Salam ziarah. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم فاحظونا واعطونا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم ولا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم
على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفوة الله. السلام عليكم يا الحبيب عقيل بن محمد بن عمر بن يحيى. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اجعلنا من أهل لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام النخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين. يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين. آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. اللهم إنا وقفنا في مشهد وليك هذا ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمال أملناها فنسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمال إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. فاتحة وياسين. الفاتحة وياسين والتهليل والتسبيح والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى خصوص صاحب الحول الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى وبأن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته ووالدينا والده خاصة جميع أمتنا وأمات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسناه من النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة
اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد معلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم وارض عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إنه غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق
على نحيا المدى نبعثه إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه سبحان الله وبحمده 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 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 الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة ويجزي ثلاثا من سورة الإخلاص ومعوذتين مرة هدية منا واصلة إلى صاحب الدريه العريف بالله الحبيب عقيل بن محمد بن عمر بن يحيى من اجتمعناها هنا بسببه أن الله يغفر له ويرحمه وبرحمته ووالدين خاصة وجميع المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نؤذي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل تقبل ما قرأنا من القرآن العظيم وما قلناه من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما استغفرنا وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الزيارة المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وأعمالا صالحة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى المهاجر الله أبي أحمد بن إنسان البكر المقدم أبي محمد بن علي بعلوي وأصول حما وأبو الروحم ثم إلى المقدم الثاني أبي الرحمن سقا وأولاده ساتاش والمنتسبين إليهم والعاقزين عنهم ثم إلى الحبيب علي بن أبي بكر سكران وأخيه عبد الله بن أبي بكر السكران ثم إلى الحبيب الإدريس الأكبر ثم إلى الحبيب أحمد شهاب الدين الأكبر ثم إلى الحبيب شيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشي علي بارا ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى الحبيب أحمد بن دين الحبشي ثم إلى أرواح كافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها بارها وبارها منه الحبيب حامد بن علي الحداد وأخي الحبيب محمد بن علي الحداد ثم إلى أرواح صاحب التربة الحبيب علوي بن شيخ ثم إلى أرواح صاحب التربة الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى أرواح عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد المنور ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن سالم الكاف ثم إلى روح عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حامد الكاف ثم إلى روح الحبيب علي بن أحمد بن حسين ثم إلى روح صاحب التربة
الحبيب البركة الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب وأصوله وفروهم ثم إلى روح عبد الله بن إدريس بن شهاب ثم إلى روح حبيب Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abu Bakar bin Talib ثم إلى روح حبيب Pangeran Syarif Ali bin Husain bin Syahab ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسين بن شهاب ثم إلى أرواح كافة الأساتذة المشايخ ولمن له الحقوق علينا ثم إلى روح من ذرنا إليه الحبيب البركة الحبيب أجيل بن محمد بن عمر بن يحيى أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم لا تحرمنا من بركاته ونفحاته وأسراره اللهم لا تحرمنا من بركاته وأسراره ونفحاته اللهم اجعل حاجاتنا مقضية يقضيها بزيارته وأمراضنا شافية عافية بزيارته يا رب بهم وبآلهم أجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم أجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم أجل بالنصر وبالفرج صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبدرتم إلى فضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نصر طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات المكرمين والمحترمين وبالخصوص Sayyidul Walid Abu Al Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab dan juga Sayyidul Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi dan juga yang kita hormati bersama-sama orang tua kita Al-Habib Ali bin Abdullah bin Hamid dan juga Al-Habib Syauqi bin Syahab, Al-Habib Syauqi Al-Kaf dan juga Ketua DPC Rabita Alawiyah Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi serta Ustaz Syukri bin Ali bin Syahab dan juga para habaib, para masyayikh, para hadirin yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya antum satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim Al-Fakir kepada antum sekalian. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia dan barakah ini, di hari yang barakah ini, kita bersama-sama berkumpul dalam memperingati haul Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya atau yang lebih dikenal dengan Datuk Agil. Al-Fakir berdiri di sini akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah telah kita lalui bersama-sama pembacaan Maulid Simtud Durar dari Imam Ali Al-Habsyi. Semoga kita mendapatkan barakah daripada sahibul Maulid. Kemudian kita juga lalui bersama-sama daripada Tasmiyatul Walad, Salam Takziyah, Yasin wa Tahlil. Menginjak acara berikutnya yaitu pembacaan Manaqib Al-Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya, yang insyaAllah pada kesempatan kali ini kita mintakan kepada akhina Sayyid Ali Attas bin Ustaz Hasan bin Abdul Muttalib bin Syahab. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bidzikri awliyaihi tatanazzalu wal barakatu wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjamuz zaharat. Wa qala ta'ala ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبدل أمتي لا يدخلون الجنة بكثرة الصلاة ولا الصيام بل سلمة الصدور وسخوة النفوس والرحمة بكل مسلم. Izinkan Al-Fakir untuk membaca manaqib Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Umar bin Yahya. Nasab beliau Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad bin Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Husain bin Fatimah bintur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Al-Habib Aqil bin Yahya dilahirkan di kota Hadramut, Yaman sekitar tahun 1206 Hijriah. Dan mendapatkan didikan dari orang tua beliau sebagaimana didapatkan oleh habaib lainnya. Sebelum hijrah ke Palembang, beliau Habib Aqil sudah terlebih dahulu berkeluarga dan mempunyai berapa anak di Hadramut, yakni Muhammad dan Umar. Sesampainya di Palembang, beliau tinggal di rumah Al-Habib Ahmad bin Syekh Syahab lebih kurang selama 3 bulan lamanya. Dan kemudian beliau menikah dengan Syarifah Sidah binti Umar Al-Bar. Kimcu dari pernikahan ini beliau memiliki 3 orang putri, yakni Syifah, Zainah dan Maryam. Dan beliau Al-Habib Aqil bin Yahya hidup sezaman dengan Al-Habib Ahmad bin Syekh Syahab, Al-Habib Abdullah bin Idrus Syahab, Habib Hamid bin Umar Al-Bar, Habib Syekh bin Ali Syahab, Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, Habib Abdurrahman bin Muhammad Munawar, Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abu Bakar, Mas Agus Haji Abdul Hamid yang biasa kita sebut Kiai Morogan, dan masih banyak yang lain. Begitu dekat hubungan beliau Habib Aqil dengan Al-Habib Ahmad bin Syekh Syahab sehingga 2 anak beliau dinikahkan dengan anak Habib Ahmad bin Syekh Syahab, yaitu yang pertama Hubabah Syifah dinikahkan dengan Habib Muhammad bin Ahmad bin Syekh Syahab dikaruniai 10 orang anak. Yang kedua, Hubabah Maryam dinikahkan dengan Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Syekh Syahab dikaruniai 3 orang anak. Hubungan kedekatan beliau Habib Aqil bin Yahya dengan Habib Ahmad bin Syekh Syahab terus berjalin. Bahkan bukan semasa hidup saja, akan tapi setelah mereka wafat, sejak dahulu selalu dilakukan ziarah pada hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Dimulai dengan berziarah ke makam Al-Habib Ahmad bin Syekh Syahab, membaca Yasin dan tahlil. Kemudian dilanjutkan berziarah ke makam Al-Habib Aqil bin Yahya dan ditutup dengan sarapan pagi bersama. Dan ziarah ini terus berlangsung hingga zaman Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, Muallim Nang. Beliau yang memimpin salam ziarah dan mulai menertibkan ziarah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Kemudian di tahun-tahun berikutnya dipimpin oleh Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, Habib Dala Imam. Habib Aqil merupakan seorang hafizul Quran yang selalu mendawamkannya dan mengajarkannya baik kepada keluarga maupun kepada orang-orang di sekitar. Sebagai bentuk kepedulian dan besarnya perhatian beliau terhadap Al-Quran dan orang-orang di sekitar. Beliau juga merupakan seorang yang wara. Beliau lebih memilih banyak diam dan hanya berbicara yang bermanfaat. Beliau juga sangat berhati-hati ketika menerima jamuan makanan. Dari mana asal usul makanan itu, beliau harus tahu dahulu baru beliau memakannya.
dan kesemangatan beliau dalam beribadah di masa tua terus mengingat sehingga di umur 80 tahun lebih beliau memilih berkhalwat di tanah milik menantu beliau yakni Habib Muhammad bin Ahmad Syekh bin Syahab. Habib Muhammad pun membuatkan kambang kolam dengan ukuran 8 kali 4 meter serta kamar kecil untuk Habib Agil beristirahat. Setiap pagi Habib Muhammad atau keluarga membawakan makanan dan kebutuhan Habib Agil kurang lebih 10 tahun. Habib Agil berkhalwat di tempat tersebut sampai keadaan beliau melemah dan jatuh sakit sehingga beliau dibawa ke rumah menantunya yaitu Habib Muhammad bin Ahmad bin Syekh bin Syahab. Semakin hari keadaan Habib Agil semakin menurun hingga beliau berwasiat kepada anaknya Hubaba Syifa agar dimakamkan di tempat khalwatnya hingga pada tahun 1301 Hijriah. Pada usia 95 tahun beliau kembali ke rahmatullah dan dimakamkan sesuai wasiat beliau. Jika kita ketahui bahwa tempat khalwatnya seorang wali lebih utama dari makamnya, maka beruntunglah kita sekarang berada di makam Habib Agil dan tempat khalwat beliau. Demikianlah sedikit dari manaqib Habib Agil yang kami susun dari beberapa narasumber dan bukti-bukti sejarah beliau. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalamnya penyusun kami mohon maaf. Semoga jalan hidup dan akhlak beliau dapat kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbi banfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran kasiran jazakumullah khair ya Hina Ali Attas bin Hasan bin Abdul Muttalib bin Syahab. Semoga kita semua yang mendengarkan daripada manaqib Al-Habib Agil Muhammad bin Umar bin Yahya menambahkan daripada kecintaan kita kepada aulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menginjak acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita mintakan kepada Sayyidul Habib Al-Ustaz Abdul Rahman bin Taufik bin Syahab. فعليه فليتفضل مشكورا صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang kami hormati segenap para habaib, para asatizah, para muhibbin dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus daripada guru kita bersama Abu Ya Ustaz Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, begitu juga Abu Ya Ustaz Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, Ustaz Sogi Al-Kaf, Ustaz Sogi bin Syahab, begitu juga Ketua Rabita Palembang Ustaz Abdul Rahman bin Hasan Al-Habsyi, dan begitu juga yang kami hormati daripada guru kita pemimpin daripada majlis bulanan Yutrubah Habib Agil bin Muhammad bin Yahya, yaitu Ustaz Syukri bin Ali bin Syahab, dan para habaib yang lain dan asatid yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan di dalam umur kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi juga dalam rezeki kita dan kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian semuanya. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama-sama untuk menghadiri rangkaian daripada hal Al-Habib Agil bin Yahya, yang mana kita hadir ke sini tentu meyakini bahwasan beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keistiqamaan beribadah kepada Allah, yang selalu mengikuti jejak langkah kaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar dari sini
kita bisa mengikuti daripada apa beliau amalkan. Wabil khusus tadi kita dengarkan di dalam managibnya, beliau gemar di dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan Ramadan. Bulan yang mana di situ diturunkan Al-Quran. Maka sebelum memasuki bulan Ramadan, maka bersemangatlah untuk kita membaca daripada Al-Quran dan mengajarkan daripada Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga yang mengajarkan daripada Al-Quran. Tidak semua orang mampu untuk bisa mengajarkan anak-anak kecil di dalam membaca Al-Quran. Saya teringat satu kisah Al-Imam Syekh Yasin Al-Fadani. Kalau tidak salah beliau ulama Indonesia tapi tinggal di Masjidil Haram, yang terkenal dengan sanad hadis Nabi SAW. Beliau imam di Masjidil Haram. Setiap beliau menunaikan sholat, ramai daripada ulama luar negeri berkumpul untuk menanyakan ilmu kepada beliau. Kecuali satu waktu beliau tidak mau menerima untuk pertanyaan tersebut. Mungkin waktu asar atau di waktu maghrib. Kenapa? Beliau memiliki Raudhatul Atfal, memiliki daripada taman kanak-kanak. Sehingga murid beliau yang senior berkata, wahai guru, biarkan kami saja yang mengajarkan anak-anak kecil. Guru, ajarkan saja ulama-ulama yang besar. Apa yang dijawab oleh beliau? Aku juga ingin termasuk daripada hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dan aku ingin termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kekeliruan daripada saya sampaikan nanti. Berkata Al-Imam Zainal Abidin bin Imam Ali Zainal Abidin Ali bin Husain radhiyallahu taala. Beliau mengatakan innallaha khaba'a thalathan fi thalas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Yang pertama khaba' ridha fi ta'atihi. Fi ta'atihi wala fala tahdagiru min ta'atihi syai'an fala'allahu ridahu fihi. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan daripada sekecil apapun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan mungkin di pagi, siang, sore, malam. Kita tidak tahu yang mana yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan meremehkan daripada sekecil apapun, daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat suatu cerita, ada seorang perempuan yang ahli maksiat atau dikatakan orang yang selalu berzina. Di dalam perjalanannya beliau kehausan dan dia turun ke sumur untuk menginum. Kemudian beliau naik lagi ke sumur dengan bersusah payah. Kemudian melihat daripada seekor daripada anjing. Kemudian dia memiliki hati tersentuh, dia ambil sebatunya, dia turun lagi ke sumur dan dia isi airnya. Naik ke atas untuk memberikan daripada seekor anjing dan dia pulang ke rumah menjadi orang yang taubat. Jadi orang yang solehah, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya perihal menolong daripada seekor anjing. Yang mana kita tahu anjing haram, bahkan najis kalau kita pegang salah satu di antara kita ada yang basah. Maka dari itu ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan hanya menolong seekor anjing, bagaimana kalau yang ditolong itu orang muslim. Apalagi yang ditolong daripada keluarganya sendiri, daripada gorobanya. Abu Ya Ustaz Umar Abdul Aziz bin Syihab, mungkin kita mendapatkan saran daripada nasihat beliau di pagi hari. Beliau mengingatkan sebelum masuk bulan Ramadan kita hendaknya memperhatikan dulu ailah, keluarga, silaturahmi, bagaimana daripada keluarga kita yang dekat, apakah di dalam rumahnya ada persiapan untuk mereka menyambut bulan Ramadan, baik daripada makanannya, ataupun dari kurmanya, ataupun yang lainnya. Banyak di antara kita acu tak acu di dalam silaturahmi hanya sekedar memperhatikan doang, tapi tidak melihat daripada kekurangannya.
kebutuhannya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Nabi kalau tidak salah Ammar bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Ya Rasulullah, untuk apa engkau diutus di muka bumi ini? Maka Nabi SAW menjawab, arsalani bisilatil arham wa kathril authan wa hidallahu la yusykah bihi syai'un. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung daripada silaturahmi dan menghancurkan daripada berhala dan mengesahkan Allah dan tidak sedikit pun untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan laula an asilarahim mabtaghaitu dirhaman ila dirham. Kalau bukan untuk aku menyambung daripada silaturahmi, tidak mungkin aku sibuk mencari dirham demi dirham. Maka dari itu sebelum datangnya bulan Ramadan, perhatikanlah. Bagi kita ikhwani aba yang rahmati Allah SWT, silaturahmi wabil khusus daripada paman, bebean kita, ponaan kita. Perhatikan mereka, mungkin ada yang aitam ataupun mungkin ada yang nyanda. Maka dari itu ikhwani aba yang rahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita bisa menyambung daripada silaturahmi. Bahkan disebutkan juga, dikatakan hadis qudsi, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh, taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Ar-Rahim bergantungan dengan arusnya Allah. Dan berkata barang siapa yang menyambung hubungan denganku, aku akan sambung hubungan dengannya. Wa man qata'ani, barang siapa yang mutus hubungan denganku, aku akan putus hubungan dengannya, kata Allah. Bayangkan ini hadis suatu keluar biasa untuk orang yang gemar untuk menyambung daripada silaturahmi. Dan juga ancaman bagi orang yang memutus daripada tali silaturahmi. Kemudian ikhwani aba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaba sakhtahu fi ma'siyati. Allah menyembunyikan daripada murkanya di dalam maksiat, maka jangan remehkan suatu maksiat sedikit pun. Mungkin di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan kita rendahkan sedikit pun maksiat, takutnya di situ Allah Subhanahu wa taala benci, tidak suka kepada kita, ikhwan. Kemudian yang Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasihnya di dalam makhluk-makhluknya Allah. Maka jangan meremehkan daripada hamba-hambanya Allah satu pun. Mungkin dia termasuk daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita bingung, apakah ada di masa kita seperti Al-Imamul Haddad? Apakah ada di masa kita seperti Al-Faqih Al-Muqaddam? Apakah ada seperti zaman kita seperti Al-Habib Agil bin Yahya? Ada, ikhwan. Ada seperti mereka. Cuman tertutup, tersembunyi. Kenapa? Suuzonnya kita zaman sekarang ini banyak. Kita tampilkan dulu suuzon kepada hamba-hambanya Allah. Bukan husnuzon. Karena suuzon yang kita tunjukkan kepada orang-orang. Orang gini. Padahal mereka itu ada seperti Imam Haddad, Faqih Muqaddam, bahkan seperti Abi Waqil bin Yahya. Tapi karena kita banyak yang suuzon kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tutup siapa walinya Allah. Siapa kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani, aba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya Allah, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mendahulukan oleh Allah. Bahkan dikatakan idza natanaffas al-wali. Kalau seorang wali bernafas di satu bilad di wilayah, thabata imanu. Iman seorang sekelilingnya insya Allah mantap. Alhamdulillah sekeliling kita. Di sini ada Habib Agil bin Yahya. Di seberang ulu ada Habib Muhammad bin Hamdan Salafsi. Bahkan di Gubah pun ada Hamad bin Syekh. Kita dikelilingi insya Allah. Sahabat iman. Tergantung kita punya hubungan dengan kekasihnya Allah. Mau kumpul sama siapa? Apa mau kumpul sama wali? Mau ikut rombongan sama mereka? Atau rombongan yang lain? Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan mereka itu orang yang diberikan kurbi, kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan fadl, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang sebagaimana kemarin saya sampaikan juga di Ahad pagi di acara Ziyakumah, mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka yang tidak memiliki daripada sifat rasa takut dan mereka tidak memiliki sifat rasa sedih. Ini dua sifat dibuang kepada walinya Allah. Tidak ada di dalam dirinya mereka. Bahkan dikatakan mereka sebelum masuk ke surga, mereka sudah masuk surga dulu di dunia. Begitu juga orang maksiat, sebelum mereka masuk ke neraka, mereka sudah merasakan dulu daripada azab. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita berkumpul bersama di sini di Maqam Habib Agil bin Yahya. Bahkan kemarin juga sudah berkumpul dalam acara ziarah kubra. Kita hadirin mereka adalah banyak daripada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan daripada karomah dari sebab istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang-orang mengucilkan daripada karomahnya para wali. Salah. Karomah itu apa? Ini lama-lama orang kalau sudah mengucilkan daripada karomah wali, mungkin Al-Quran mungkin dikomenin juga. Seperti Ashabul Kahfi nginep berapa ratus tahun, anjingnya bahkan Siti Maryam yang tidak memiliki abah. Itu orang-orang tidak paham. Menyangka karomah tidak ada. Karomah itu ada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sadam Ali Ba'alawi. Mereka adalah keturunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun di saat ini mereka dikucilkan, difitnah dengan bermacam-macam bahwasan hasab beliau terpotong. Maka dari itu ikhwan, abah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pesankan untuk diri saya pribadi dan antum sekalian semuanya, adanya keturunan habaib, keturunan Rasulullah SAW berkah untuk alam semesta ini. Dan begitu juga seandainya para muhibbin mendapatkan ada daripada keturunan Rasulullah memiliki kekeliruan, memiliki kesalahan, atau akhlaknya mungkin tidak sesuai mengikuti daripada jalurnya daripada Rasul SAW, apa yang kita harus lakukan? Sabar. Sabar. Ketika kita sabar dengan daripada keturunan Rasul SAW, apa yang dia akan dapatkan? Syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para habaib. Daripada keturunan Nabi SAW, kita juga ada i'anah, ada juga imtihan. Kita ini menjadi keturunan Rasul SAW, bantu dakwanya Rasulullah, ajarkan kepada orang muhibbin. Di antara mereka kenalkan syariat yang dibawa oleh baginda Muhammad. Rasul SAW tidak akan masuk surga kecuali bersama umatnya, bersama umatnya. Maka jangan itu ajarkan kepada mereka daripada apa yang kita punyakan, agar sama-sama bersama-sama masuk ke surga bersama baginda Muhammad SAW. Begitu juga imtihan. Seandainya ada orang daripada bukan daripada habaib, benci kepada keturunan habaib, benci dengan daripada keturunan Rasul SAW, apa yang kita harus lakukan? Maafkan mereka. Maafkan mereka, jangan kita balas benci. Doakan mereka kalau seandainya mereka masih, mudah-mudahan dapat taufik, mudah-mudahan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah dengar, saya pernah mendengar cerita Al-Habib Muhammad Al-Haddar, mertua daripada Al-Habib Umar bin Hafid ataupun gurunya. Ketika beliau lagi menyampaikan daripada mau'izah, ikhwan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dihina, beliau dicela, difitnah ketika beliau menyampaikan daripada ilmunya. Kemudian orang itu pulang, selama 2 hari dapat kabar yang dia fitnah itu keliru. Kemudian dia datang ke rumah Al-Habib Muhammad Al-Haddar meminta maaf. Apa yang dijawab oleh Habib Muhammad Al-Haddar? Aku ini selama 2 hari menunggu engkau, ingin memaafkan engkau. 1 detik aja aku lewat, itu aku terasa orang-orang yang rugi, yang tidak memiliki sifat seperti kakekku baginda Nabi Muhammad SAW, tidak memiliki sifat seperti Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ketika mereka dicela, mereka langsung mengucapkan kadang-kadang terima kasih daripada apa yang engkau sampaikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi aku. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita jalankan di masa-masa sekarang di antara habaib dan selain habaib minal muhibbin. Harus ada saling mencintai, sama-sama saling menghargai. Yang terakhir saya tutup dengan satu cerita tentang Imam Ali Ridha. Imam Ali Ridha, ikhwan, orang yang memakai jadah seperti perempuan, menutup wajahnya, menutup daripada wajahnya. Dia pernah melewati daerah Khurasan, dihadang kalau salah Imam Muslim. Ulama besar pada saat itu dengar kabar bahwasan Al-Imam Ali Ar-Ridha mau lewat ke sini. Kemudian dihadang melihat Imam Ali bahwasan depannya ada Imam Muslim dan jamaah yang lain. Dia berkata, tolong izinkan aku untuk lewat di sini. Apa dijawab oleh beliau? Oleh Imam Muslim, mohon maaf, aku ingin melihat wajahmu wahai Imam Ali. Kemudian dibuka. Imam Ali tidak pernah membuka daripada wajahnya. Karena permintaan daripada orang yang bukan habaib. Dan dia juga seorang ulama.
mereka beliau bukakan. Kemudian saat itu ketika melihat wajah Imam Ali Ar-Ridha, banyak orang-orang menangis. Melihat daibat nur yang di wajahnya Imam Ali Ar-Ridha, mereka menangis luar biasa. Di sini kita bisa ambil kesimpulan, para habaib juga harus menghargai daripada orang yang bukan habaib, dan orang yang habaib juga harus menghargai daripada habaib. Disinilah kita akan berjalan bersama-sama, ikhwan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan antum sekalian semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Sohibut Turba Al Habib Aqil bin Yahya. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik, dan diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi untuk dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan ulama kita, para sesepuh kita, daripada guru-guru kita dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan daripada fitnah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf kalau ada salah dan kelirunya. Samihni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran kasiran, jazakumullah khair kepada Habib Ustaz Abdurrahman bin Taufik bin Syahab. Semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Acara berikutnya yaitu talqin zikir wa doa, yang insyaAllah pada kesempatan kali ini kita mintakan kepada Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah, astagfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarafa wa karama wa majda wa 'azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, افتح لنا باب الخير وجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم عليه ووفقنا للخير وعنا عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعلنا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Anallah yashfi Al-Hubaba Syarifah Maryam binti Muhammad bin Idrus As-Sagab. Anallah yashfiha shifaan ajila, shifaan la yughadiru ba'du saqaman wala alaman ala hadhihi wa ala kulli niyatin raha wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu